السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة. حلقة اليوم حلقة متميزة. اليوم غنتلاقاو مع واحد جوج ديال الشباب إن شاء الله اللي هاجروا من المغرب وجاو للولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك اللي رفعوا الراية المغربية ورفعوا ما معنى يعني العنصر المغربي ملي كيمشي لشي بلاصه كيخلي البصمه ديالو. ومعنا اليوم جوج ديال الشباب اللي بداو البصمه ديالهم هذه كبدايه، وان شاء الله النهايه غادي تكون احسن. اليوم معنا عبد الحكيم ابو زهير من مدينه ورزازات، هو في المجال الرياضي، ومن بعد غنتكلموا يعني في المجال الدراسي، انه حصل على الرقم القياسي في 3000 موانع في الهواء و10000. ومعنا كذلك طه الراوي من مدينة مراكش اللي حصل على الرقم القياسي داخل الصالة في المايل، وهم بجوج كيتواجدوا في ولاية كنتاكي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كي دايرين؟ السلام وعليكم عليكم السلام. كل شيء بخير؟ لاباس عليكم؟ ولله الحمد لله. مرتاحين؟ كل شيء غادي مزيان؟ بارك الله الله فيك. يشكرك. الله يحفظك. هذا نهار كبير اليوم كتستقبلوا فيه شباب، يعني صراحة حنا جد فخورين بكم، وانتم يعني في البداية ديال العمر، وكنتمنوا لكم كل التوفيق، وغنكتشفوا معكم اليوم بزاف د الحوايج اللي بغيناها تكون حافز للشباب. يعني انتم يعني 100% كان شي واحد حفزكم في الحياة ديالكم، فبغيناكم انتم تكونوا تحفيز لهاد الناس هذا. غادي نبداو مع السي عبد الحكيم ابو زهير من ورزازات. مرحبا، شكون هو عبد الحكيم ابو زهير؟ السلام عليكم سي عادل. كأول حاجة اللي بغيت نقولها يعني كنشكرك على هذه الاستضافة اللي كنتمنى أننا من خلال هذا اللقاء التدارسي واللي غيعرفونا فيه الناس عن قرب، خصوصا الجالية المغربية اللي مقيمة هنا بأمريكا، اللي تبارك الله من خلال مشاهدة ديال الفيديوهات ديالك تتضح أنه عندك واحد الجماهيرية من الناس اللي تبارك الله مثقفة وواعية، وكتبين لي بروفيل ماروكان اللي عندنا الحمد لله هنا في ليترونجي اللي كيخص الناس يعرفوهم. غادي نشكرك على الاستضافة ديالك، وغادي نبدا يعني تقديم قصير باش ما ناخذوش الوقت بزاف، باش الناس انه يعرفوا شكون عبد الحكيم ابو زهير. عبد الحكيم ابو زهير ابن منطقة تيغزا، جماعة الواد، بإقليم ورزازات. 26 سنة، التحقت بأمريكا هذه سنتين تقريبا لإتمام دراستي. وقبل ما نلتحق بأمريكا يعني كان عندي واحد المسار أكاديمي ورياضي متميز في المغرب الحمد لله، لأنه مكنني أنني نكون اليوم في أمريكا وأنني نواصل نفس التميز على المستوى الأكاديمي والرياضي. غادي نبدا بالمستوى يعني الرياضي. كيفاش بدات حياتي؟ أنه كأي شاب كيكون في صغرو بديت الدراسة ديالي في الابتدائي بمدينة بالقرية ديالي في ورزازات، وكما كيعرفوا الناس انه في باك تو اول دايز 2000 و2000 ما كانش عندنا تقريبا واحد النظام تعليمي متميز في الجبال ديال الاطلس. الشيء اللي خلى الوالد ديالي انه يفكر لمصلحتنا انا الاخوه ديالي، وانه ينقلنا لمدينه مراكش باش اننا نتعلموا وناخذ واحد النظام تعليمي متميز، خصوصا ان الوالد ديالي جزاه الله خيرا علينا كان باغينا اننا نقراو مزيان، لا انا لا الاخوه ديالي، والحمد لله هذا الشيء اللي تمكن. من بعد الانتقال ديالي لمدينه مراكش بديت الدراسه ديالي الابتدائيه، يعني الاقسام الابتدائيه في مدينه مراكش. تم اكتشاف موهبه عبد الحكيم ابو زهير كعداء من طرف استاذي في الابتدائي، في القسم الخامس ابتدائي. من بعدها بديت يعني كنتدرج في الفئات العمريه في رياضه العاب القوى، وبديت كنفوز بمجموعه من السباقات، حتى الحمد لله اللي مكنني انني نوصل لواحد المستوى المتميز اللي كنت انا ضمن المنتخبات الوطنيه اللي شاركت في بطولات قاريه انا غادي نرجع معك هذه المساله هذه، ما غاديش ندوزو عليها هكا، غادي نتكلموا على هذا الشيء هذا. غادي ندوز للسي طه الراوي من مدينه مراكش، يعطينا واحد النبذه، وغادي نرجعوا لهذا الشيء ديال الرياضه ان شاء الله. تفضل السي طه. شكون هو طه الراوي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا السي عاجل على الاستضافه، شكرا بزاف بزاف. اللي غادي تخول لنا ان شاء الله تعالى اننا نبينوا على شكون حنا وشكون هو طه الراوي، شكون هو عبد الحكيم ابو زهير.
الاسم ديالي طه الراوي في مدينه مراكش، وبالضبط بدوار زمران تا سلطانت، جماعه تا سلطانت، مواليد 2002، السن 21 سنه. ما شاء الله. طه الراوي من عائله رياضيه، الحمد لله، اللي من الام ديالي اللي كانت تدير المسافات المتوسطه من 1500 و 5000. كذلك الاب ديالي اللي كان عداء وبطل مغربي في نصف الماراثون، اللي الحمد لله عطاني بزاف حتى انني اليوم وصلت لهذا المستوى هذا اللي انا عليه اليوم. طه الراوي يخرج من واحد الدوار اللي نقول لك دوار معروف بالمخدرات، نكون واقعيين ما نكذبش عليك، دوار اللي معروف بالمخدرات بزاف، وكلشي كان تيقول لي انه راه حنا فخورين بك ان عندنا بطل في هذا الدوار هذا، انه خرج بطل من دوار اللي كنا اللي انا عليك. انا كنت يوميا كنت تنخرج بحال هكا نترين، كنخاف انني نخرج نترين في العشيه ولا في الصباح، بالنظر انك كل صباح كتلقى ضروري واحد المجموعه ديال كما كنقولوا ديال الناس مبليين، ديال الشباب اللي ماشي رياضيين ولكن مبليين بالمخدرات. والحمد لله ان والديا وناس من الدوار اللي انا فيه كانوا فخورين انني وصلت لهذا المستوى. طه الراوي كان تلميذ جيد، واكتشفت هذه الرياضه اجي الحمد لله مستوى الاعداد على يد واحد الاستاذ اللي صراحه كان له الفضل الكبير، اللي هو السيد البشري اللي كنبغي نشكره بزاف بزاف على هذا الشيء هذا اللي انا وصلت ليه بزاف، لانه كان هو من المكتشفين ديال طه الراوي. والحمد لله على كل حال بعدها كملت على يد الاب ديالي حسن الراوي، الصراحه عليه الفضل الكبير له هو ولا الام ديالي، لان الصراحه يكون طه الراوي اليوم هنا في الولايات المتحده الامريكيه، وما غاديش يكون بطل المغرب، وما غاديش يكون بطل العالم الجامعي، وما غاديش يشارك في بطولات عالم الالعاب القوى، وما غاديش يحطم هذه الارقام ما هادو. شاء الله. والحمد لله كنشكركم بزاف، كنشكرك على الاستضافه ديال السي لا عادل. مرحبا مرحبا، غير هو غادي نطبق عليك واحد المثال ديال من اين ذاك الشبل من ذاك الاسد. ذاك الاسد، يلا كنت ذاك نقولها لك السي عادل. يعني راه خصنا نعرفوا بعدا البروفيل ديال الاب ديال طه، اللي الان يعني عندنا مدربين في المغرب اللي قاريين وما كونوش لينا ابطال الحمد لله كما الاب ديال طه. يعني لانه طه باش يعرفوا الناس انه هو تكوين تام ديال الاب ديالو، يعني ما كاينش شي تكوين ديال شي مدرب اخر ولا شي حاجه، لا هو لا الاخ ديالو الان لا مجموعه من العناصر اللي كيمارسوا في نفس الدوار نفس المنطقه، يعني من واحد المنطقه اللي مهمشه وما فيهاش مناطق رياضيه، ما فيهاش مدربين، ما فيهاش خلق لينا واحد بحال قلت واحد الصيت، وخرج واحد الابطال من واحد المنطقه صغيره اللهم بارك، اللي وصل الصيت نتاعهم الوطن دابا الحمد لله. يعني هو راه بروفيل يعني متكامل، يعني حتى ما الاب شاء الله. ديالو راه كيلعب دور كبير في هذا الشيء هذا ديالو. ما شاء الله. ولكن اللي بغيت نقول لك، لان راه المشوار ما واقفش هنا، راه 21 سنه ما شاء الله، وانت 26 سنه ما شاء الله. حنا دابا اليوم من بعد هذه الاستضافه الطموح ديالنا هو واحد النهار غادي نشوفوكم يعني حاملين الميداليات الذهبيه وحاملين بزاف د الحوايج. هذه هي الامنيه ديالنا حنايا ان شاء الله. هذا الشيء علاش حنا دابا في هذا البرنامج تنجيبوا الكفاءات وكنشجعوهم وكنبغيو الناس حتى هما يشجعوهم. حنا فخورين بكم، وما عندي احساس ان شاء الله ان في المستقبل غادي نشوفكم ان شاء الله، لا بد ما غادي نشوفكم ان شاء الله انكم يعني حاملين هذاك المشعل ووصلتوا للحلم ديالكم. غادي نبقاو في الميدان ديال الرياضه وفي نفس الوقت الدراسه، وغادي نعاودوا نرجعوا نهضروا على الارقام القياسيه اللي حطمتوها على مستوى الجامعات في العصبه اللي لعبتوا فيها، وفي حد ذاته هذا راه شرف كبير. يعني جوج ديال المغاربه يحطموا رقم قياسي هنا في الولايات المتحده الامريكيه في الجامعات وفي العدو الريفي، راه ماشي سهل. حنا كنعرفوا القوه ديال امريكا والابطال ديال امريكا والتكوين ديالهم في هذا المجال هذا كنعرفوه مزيان. اللي بغينا نتكلموا عليه دابا هو تجمع ما بين الدراسه وما بين الرياضه. يعني واش ما عندكمش واحد التحدي، ما عندكمش واحد تشالنج؟ انا كنعرف لان البروغرام كان في المغرب كان صعيب، كنعرف ان هنا السيستم ديال الامريكان في القرايه كيخليو لك الوقت فين تمشي دير الرياضه. بغينا نقربوا للمشاهدين يعني ملاحظه او الفرق من داك الشيء اللي عشتوه في المغرب ما بين القرايه والرياضه وهنا في امريكا. بجوجكم يعني في اي واحد فيكم يتفضل.
اوكي، انا نبداو وحتى طه يعني تقريبا يعني عندنا نفس التجربه، يعني غير انا باعتباري انه كما تعرف السي عادل، يعني خص المشاهدين ديالنا انهم يعرفوا انني انا قبل ما نلتحق بامريكا فانا الحمد لله حصلت على الاجازه ديالي في التسيير والاقتصاد من جامعه القضائيه بمدينه مراكش، ومن بعد ذلك ما شاء حصلت الله. على دبلوم ديال تدريس ماده التربيه البدنيه، اللي كتعرف بانه ماشي سهل انك تحصل عليه من المركز الجهوي لمهن التربيه والتكوين من طرف الوزاره الوطنيه للتربيه والتعليم العالي. حصلت عليه بجهه مراكش اسفي، اللي خولني انني نكون استاذ ديال التربيه البدنيه، اللي خدمت في هذا المنصب لمده سنه تقريبا بعد ما التحقت بامريكا، وذلك لمواصله يعني التدريب ديالي في المستوى العالي. يعني اول نقطه غادي نبدا بها وهو باش نكونوا ستريكتيري شي شويه ونمشيو على واحد النمط تفضل اللي تفضل، يمشي خصنا مزيان. اول حاجه يعني واش مسار دراسه ورياضه في المغرب واش صعب ولا لا، واش كاينين شي افاق؟ اذا كنا مثلا غندويو على هذه النقطه هذه، فاول مثال على مسار دراسه ورياضه واش صعيب، واش ممكن ننجح في الرياضه والدراسه في نفس الوقت، هو انا وبزاف ديال الرياضيين يمكن لي كنذكر لك بزاف الابطال المغاربه اللهم بارك الان اللي كبار. معاذ الزحافي اللي ماستر اللهم بارك في معهد مولا رشيد وماستر هنا بجامعه تكساس. خوه ايمن الزحافي، عندنا زهير الطالبي، عندنا زهير الطالبي الان من احسن الماراثونيين في العالم، اللي مؤخرا فاز بماراثون هيوستن بتكساس، ومن العدائين الكبار الان في الماراثون. حتى هو راه نتاج ديال المدرسه العموميه بالمغرب، وخذ البكالوريا ديالو من المغرب، وعاد خرج لامريكا كمل دراسته هنا باوكلاهوما، من بعد انه وصل للبروفيسيونال ليفل، ولا كيلعب في الهاي ليفل ديال رياضه الماراثون الان الحمد لله. يعني السؤال كامل والنقطه كامله كتحدد عند الرغبه، يعني واش هذاك الانسان ولا هذاك البطل ولا هذاك الشخص واش عنده انه الرغبه انه يقرا ويتريني في نفس الوقت. هو صعيب حيت خصوصا حنا ما عندناش الوقت، الدوله ما كتعطيناش واحد الوقت خصوصا باش انك مثلا تقرا وتريني. عندك واحد البروغرام ترو شارجي، مثلا من 8 ل 12 جوج ل 6، وطه راه غيعاود لك كتخرج مع 6 وكيخصك تمشي كتجري تحت كارتك تمشي تريني. ديكو خليك تما ما تنساش، خليك تما نقاطعك وي باش نشارك معك حتى انا واحد التجربه ديالي في الرياضه. انا فاش كنت كنقرا في المغرب، لان مزيان ملي جبدتي الاقتصاد، لان عندي الدوزيام اني في ليكونومي، انا جيت خديت الدوك في المغرب في ليكونومي، وكنت خديت البكالوريا في باك ايكونومي والدوك ايكونومي، وجيت هنا درت لا بارك الله كريمينولوجي ودرت العلوم السياسيه هنا والعلاقات الدوليه، ولكن تبارك الله. بقيت مبلي بهذا الشيء ديال الكره. نرجعوا للحديث، فاش كنت كنلعب الكره انا في المغرب، باش كنمشي نتريني الكره خاصني نخرج نتريني ما بين 12 و 2. اه دابا ما نفس بين الحاجه 12 حنا و 2 خاصني نشد فيها الطوبيس، وخصني نتغدى فيها، وخصني نتريني فيها، وخصني نرجع فيها للمدرسه، وكترجع للمدرسه كترجع عرقان بحوايجك ديال الكره. غير باش نشارك معاك هذه المساله اللي عشتوها نتوما. كمل. هو هذا هي كي قلت لك، يعني لو بروغرام كيكون شي شويه صعيب وكيكون تحدي بالنسبه للرياضي، ولكن الحمد لله ربي وفقنا، لانه شوف الله سبحانه وتعالى ما حد انه خلقنا وعطينا راه كاملين، لا الناس الناجحين لا الناس الفاشلين، راه عطينا نفس المده الزمنيه، عطينا 24 ساعه. الفرق فين كيكون؟ هو الفرق في الشخص بحد ذاته، اشنو باغي يوصل واشنو هما التطلعات ديالو. الحمد لله انه ربي حنا مكننا انني خصوصا لا انا لا بطل لا البطل طه لا بزاف ديال الابطال الرياضيين الان، لانه للاشاره الان في امريكا غير بالنسبه للان سي دبل اي، لانه يعني كتبسيط بزاف باش الناس يعرفوا اشنا هي الجامعات الامريكيه. يعني في امريكا ما عندناش النوادي بحال اوروبا، في امريكا كاينين الجامعات الرياضيه اللي كاين دارج ضمنهم الرياضي الاتليت، وخصو يقرا مزيان، يعني كي ريكوايرد يعني ملزوم عليه انه يقرا مزيان ويجيب واحد النقط محدده باش يحافظ على السكولارشيب ديالو المنحه ديالو، باش يقرا مزيان باش انه يقرا ويتريني في نفس الوقت. يعني الا كان عندي ان اتليت ما كيقراش مزيان كيجريو عليه من الجامعه، وميم طو الا كان عندي ان اتليت مثلا كيقرا مزيان ما كيجريش مزيان كتحيد ليه السكولارشيب ديكو. يعني الرياضه مربوطه بالدراسه، كيخص لا والدراسه بالانس. مربوطه بالرياضه. فوالا سي عادل، دابا هنا الا جيتي للجامعات الامريكيه تيقول لك انا ما عنديش فضل انني نخرجك انت بطل وما قاريش، وما عنديش مثلا نفضل انا مثلا انت مثلا عندك موهبه واعره ما عنديش فضل انني نضيع الموهبه ديالك. يعني انني الجول ديالي ككوتش ولا كجامعه ولا عندها اللي عندها الفلوس ولا البروغرام كبروغرام، حيتاش هنا ليفالياسيون كتكون على البروغرام فيه لو ستاف كامل، فيه لي كوتش، فيه لي زاتليتيك ديريكتور، فيه كلشي كيفاليو واش لاتليت
واش نجح في حياته، يعني واش تخرج من عندكم ومشى اتليت بروفيسيونيل او ميم طون واش خدا الجرادويشن ديالو، يعني واش خدا الدبلوم ديالو. وفي هذا المنبر كاينين واحد الدرجات اللي كيندرجوا منهم الجامعات الامريكيه. كاين الان سي دبل اي، اتحاد الان سي دبل اي. هذا الاتحاد هذا يعني بزاف الناس الان كيشوفوا، نعطيك ابسط مثال باش ما نطولش عليك. كنشوفوا الام بي اي، اللعابه اللي كيمشيو للام بي اي في الباسكيت اغلبيتهم كيمشيو من ان سي دبل اي ديفيجن 1. يعني الا ما لعبتيش في الان سي دبل اي ديفيجن 1 ما كتاخذش لي كونطرا، يعني كيكون عندك واحد لو شونس قليل انك تاخذ لي كونطرا باش تمشي للان سي دبل اي ديفيجن 1 ولا الانيفيل. سي عبد فهمتي؟ الحكيم، عقل على ما تقول. غنعاود نرجع لك. بغيت ناخذ الراي ديال طه حتى هو في نفس الموضوع، ناخذ باش نشاركوه معنا حتى هو الحديث. يعني لا بحال الساعات اللي قالها هو راه كلشي. الا كان عندك واحد الهدف كما قال، واحد العزيمه، واحد الرغبه باش انك تجي هنا للولايات المتحده الامريكيه، وماشي غير في الولايات المتحده كما كنعرفوا. كاين الولايات المتحده ولات بزاف انه اقتطبوا العدائين كذلك باش انه يكمل الدراسه والرياضه ديالو في نفس الوقت. تا اوروبا ولا الصين دابا، ولكن الولايات المتحده بالخصوص ولات بزاف. الا ما كانش عندك واحد الرغبه كما قال الحكيم، الا ما كنتيش مجتهد في دراستك ولا ما كنتيش عداء منضبط، راه كون على يقين ما غاديش يخليوك تكمل هنا، باش نكونوا واقعيين. انا معاك، وهذا الشيء تنعيشه. بغيتك تحكي لي التجربه ديالك، كيفاش جمعتي ما بين الدراسه والرياضه في المغرب وما بين الدراسه والرياضه في امريكا، وشنو الفرق اللي كاين. بغيت نسمع منك حتى انت التجربه ديالك. اسمح لي السي عاجي كما قلتي شوف، انا نقدر نجري معاك انايا المايل. نقدر نجري انا وياك المايل وتقدر تربحني ونربحك، فهمتيني، وغتربحني فور شور. ولكن انا غتكون تجربتي ماشي بحال تجربتك. بغيت انا التجربه ديالك، نشوف حتى انت شنو، كيفاش كان العوائق اللي عندك، ونشوف شنو حسيتي دابا. بغيت نعرفوا هذا الشيء. نكذب عليك السي عاجل، كما قلتي انت في الاول كان عندك واحد التوقيت بين 12 و2 باش انك ترجع للمدرسه. هذاك التوقيت بالضبط كنت واحد النهار كنت تقريبا في سنه البكالوريا، كان جاي عندي الاب ديالي مع 12 تقريبا. 12 شد ليا الشكاره، جاب لي الحوايج ديال لونطريمون لبستهم، وكان عندي تقريبا كان عندي ورك اوت في التيران اللي سيرين، كان عندي سيونس في التراك. مشيت وخدمت في ديك الساعتين بالضبط، خدمت وسخنت وخدمت وتغديت وعاودت رجعت للمدرسه. نكذب عليك، دوشت في التيران، قسما بالله دوشت في التيران. في المغرب بالضبط لقيت صعوبه بزاف باش انني نتادابطا مع الاجواء، ونميز بين الدراسه والرياضه في نفس الوقت. لقيت صعوبات بزاف خصوصا في سنه البكالوريا، لقيت صعوبات بزاف. وخصوصا ان سنه البكالوريا بالضبط جاتني مع واحد البيرود انني كنت تهرست من الجيه. كنت تقريبا جلست تقريبا 15 يوم في السبيطار قبل الامتحان الوطني تقريبا مشي 25 يوم، نقول لك 25. كانت واحد الصعوبه، لقينا صعوبات الحمد لله واجهنا صعوبات، ولكن حاولت انني نتغلب عليهم. لا انا وبجانب الاب ديالي السي حسن راوي اللي كان صراحه كان له الفضل بزاف. شوف، هذا هو التحدي. هذا هو الحياه، التحديات. هذا هو التحدي، فهمتي. بس يعني انا فكرني طه في واحد القضيه، انه انا فاش كنت كنقرا في الجامعه ديجا كنت قلتها في واحد الانترفيو تاهي. كنت كنقرا، وكان في لافاك كما كتعرف ديال ليكونومي كيكونوا عندك لي كلاس لو تيوري، وكتكون عندك تي بي صباح، يعني لي ترافو براتيك، لي ترافو براتيك، وكيكونوا اوبليجي سيرتو المات وستاتيستيك. وي سي سا، وليكو سيرتو المات وستاتيستيك والكونتابيليتي. وكتكون عندك تيرمينولوجي، لونغ تيرمينولوجي. اللي صعيب هو انك تيكون عندك تيوري في العشيه. التيوري يمكن تغيب عليه ولا كذا، ولكن الا كنتي طالب بغيتي تقرا مزيان ضروري خصك تمشي للتيوري، كتحضر المحاضرات ديال الاساتذه. واحد لي تي بي ضروري، لي تي بي. انا كندوي حتى على التيوري ديك، وانا كنت كنخرج من 6 الصباح من الدار باش نمشي لافاك، تجلس حيتاش خصك تاخذ الطوبيس. حنا بعاد سيدي يوسف، بعاد على فين كاينه لافاك في مراكش. راه عارفين الناس لافاك ديال الاقتصاد والقانون كاينه في الدوديات، وخصك تسنى الطوبيس 7، والطوبيس 7 كيجي عامر من الفوق كيدوز خاوي، كيخصك تسنى واحد اخر اللي غيجيب خاوي تجيك. المهم كتفيق مع 6 الصباح كتمشي لافاك، ما كتجي من لافاك حتى 6 العشيه. كتجي كيكون الظلام، ما كتلقاش كيفاش تريني. شنو كنت انا كندير؟ كانوا عندي واحد الاصدقاء ديالي كنت كنخرج انا من لافاك، وكنت كنعطيهم الشكاره ديالي انايا، هما كيجيو في حالتهم في الطوبيس للدار، وانا كنجي من لافاك للدار وكنمشي كنكمل لونطريمون. انتو كتمشيو في الطوبيس؟ انا وصحابي كنا كنمشيو في الطوبيس اللي كاين كيقراو معايا. حنا دوزنا لافاك كلها اوتو ستوب في لوطوروت، من درب السلطان حتى لافاك ديال الحسن الثاني، كنا دائما اوتو ستوب في لوطوروت. هذا موضوع اخر، سير كمل. عاجي
قال الحاكم هاد اللعيبه ديال انك تجي من لافاك حتى للدار فوتينغ. كنت نديرها تقريبا من نقول لك من اعداديه ديال المسابقه، من ثانويه مصاب ناصر حتى لدوار زميل. كنت ندير تقريبا 45 دقيقه حتى 50 دقيقه. شحال من كيلومتر تقريبا؟ نقول لك تقريبا واحد 12 حتى 13 كيلومتر بين هذاك الشيء علاش ديتي الرقم القياسي في المايل داخل الصاله. وشوف تفضل سي حكيم، تفضل. هو شوف السي عادل، انا نقول لك واحد الشيء اللي كيجعل واحد المتعه خاصه لهذا المسار ديالك كرياضي هما التحديات، فهمتي. انا شوف الان دابا حنا كنعاودوا على التحديات، وكاينين تحديات اخرين اللي عشناهم مثلا في المدرسه اللي كانت فريمون صعيبه في المغرب انك تقرا ولكن الحمد لله شوف حنا وي اوفركام دوز تشالنجز اند وي ار هير. حنا دابا الان في امريكا الحمد لله، وكنقراو في واحد النظام اكاديمي اللي متميز، وجامعه مرموقه اللهم بارك، اللي ماشي سهل غير باش تدخلها غير تقرا فيها، ماشي سهل عاد انك تجي مثلا تكون مع التيم ديالها. يعني الحمد لله هذه رساله لاي واحد كيتفرج ولا كيشوف لا فيديو ديالو. اي حاجه في الدنيا انت كتامن بها وكتامن براسك انك وباغيها ومامن براسك، غير خدم وتقاتل وتوكل على الله، وراه ربي ما كيخيب حتى شي واحد. شي ربي سبحانه وتعالى ما كيخيب حتى شي واحد، غير خدم. شوف سي عبد الحكيم، الحياه لا انت ولا طه، الحياه الا بغيتي تحقق شي حاجه فيها ثلاثه الحوايج. الا بغيتي تحقق شي حاجه في الحياه ديالك خصك ثلاثه الحوايج. خصك الرغبه هي الاولى، وخصك الاراده، والاراده كتجمع بزاف الحوايج. كتجمع العزيمه، وكتجمع العمل، وكتجمع الجهد، وكتجمع بزاف. حيت الاراده ماشي غير الاراده، واش انت عندك اراده ديال العمل، واش عندك اراده ديال الجهد، واش عندك الاراده ديال الصبر، واش عندك الاراده كتجمع بزاف الحوايج. والحاجه الثالثه كما كيقولوا هنا في الامريكان، you have to follow your dream. خاصك تتبع الحلم ديالك. الا بغيتي واحد الحلم خاصك تتبعه. الا عندك هاد الثلاثه هادو، نسى الارضيه ونسى هذاك الشيء. الارضيه كل ما كانت معقده كل ما كتعطيك انت واحد القوه. بحال دابا نتوما ملي تتجريو، بحال دابا انت ملي تتربح 3000 مترو، كتولي تبان لك 3000 مترو ساهله، كتولي تقلب على 5000. ملي كتربح ل 5000 كتولي تبان لك ال 5000 ساهله، تعودتي عليها صافي درتيها في دماغك، كتولي تقلب على 10000. هاكا الحياه خصها تمشي. وهاكا حنا دزنا من بزاف ديال التحديات، وراه غتلقاو تحديات كبيره في الامريكان، راه ماشي سهله. بحال دابا هادشي اللي كتقول لي دابا انت اللي غادي نرجعوا ليه الايفالويشن، راه غير هي بوحدها راه تحدي. خصك تحافظ على الدراسه وتحافظ على النقاط، وخصك تخدم. تكلم لينا على الايفالويشن باش الناس تعرف اشنا هي الايفالويشن. باش نشوف الايفالويشن، باش نعطيو حتى طه شي شويه يدوي على هذا الجانب، لانه انا مازال الحمد لله اي اوفركام هاد التشالنجز بزاف، حيتاش كان عندي واحد الوقت تقريبا وربي وفقنا انه جيت انا يعني بواحد النظام اكاديمي. يعني جيت ديجا انا ترانسفير. يعني كاين فرق باش كتجي ستودنت ترانسفير، يعني ديجا عندك باشلر ولا ديجا وجاي كدير باشلر اخر هنا في الامريكان، ولا مثلا بحال طه اللي كتجي فريشمان كتجي كتبدا من البيسيك. يعني كتبدا عندك 4 years of college here، كتبدا من البيسيك. يعني كاينين بزاف ديال لي سابجيكت، وهذا اولهم يعني كيفاش انك انت كيخصك هنا في امريكا باش الناس يعرفوا. هنا راك كتولي بحال لا ماشين. انا ما كاينش ماشي حتى هنا سهله الحياه، وماشي حتى هنا كلشي سهل باش نقولها لك. هنا راك كتفيق عندك حنا في الكروس كونتري في السيزون من شهر 9 لشهر 12، كيخصك تفيق مع 5 الصباح وكتعاود تمشي تنعس مع 10 ولا 9 الليل. علاش؟ من 5 الصباح وانت فيق كتمشي للبراكتيس، عندك من 5 ل 7 الصباح البراكتيس، كتمشي من 7 ل 8 للترينين روم، موراها كتمشي كتفطر، كتمشي للكلاسز من 9 ل 12، كتمشي تغدا مع الجوج، كيخصك ترجع للثلاثه كيكون عندك دي تيم ميتينغ ولا اسافوار بزاف ديال الحوايج. عاد كيخصك في العشيه تمشي ها هو اللي غيدوي عليها طه بزاف، خصو يدوي عليها، هو ستادي اورز. يعني عندك واحد تفضل سي طه يدوي عليها هو حيتاش عنده معاه تجربه خاصه في ستادي اورز. تفضل. اش بين نقول لك، الحمد لله. شوف، اول حاجه كنبغي نشكر عبد الحكيم ابو زهير. ما ننساش نشكر صراحه، كان له الفضل بزاف ان طه الراوي اللي هما كاينين هنا في هذه الجامعه وفي الولايات المتحده الامريكيه. وكنبغي نشكر هنا جامعه ديال الولايات المتحده الامريكيه انهم وفروا الابطال والتلاميذ هاد الفرص هادو
لان صراحه فرص اش بغي نقول لك، فرص سهله خص الانسان يستغلهم. صراحه هنا ما نكذبش عليك، هنا لقينا ما لقيناش واحد الصعوبه لقيناها في المغرب. هنا عندك الوقيته ديال البراكتيس، وكما قال الحكيم عندك واحد الوقيته ديال القرايه، خصك تميز بيناتهم. الوقيته ديال البراكتيس راه كيتجمع التيم كامل، كتريني مع الجروب كامل، والوقيته ديال القرايه حتى هي راه عندها وقتها مخصص. وكذلك كي قال هو عندك كما كنقولوا الساعات الاضافيه. عندك الساعات الاضافيه اللي كنت صراحه في الاول كنت شنو نقول لك، كنت كنعاني في الاول باش انني نحضر لهم كنت تقريبا نقول لك مثلا نحضر لهم تقريبا من 8 حتى ل 10 الليل، 10 نقول لك 10 ونص يلاه تندخل انا للدار. يعني كان شنو 14 ساعه تقريبا. تقريبا كي قال عبد الحكيم راه من 5 الصباح. نقول لك حنا تنفيقوا قبل الفجر. يقدر يجيب لك الفجر في الوسطيسي مع في كما كنقولوا في في براكتيس اريا، يعني بلاصه فين كنترينيو. في البلاصه فين كنتريني، وقدرت تصلي الصبح تما عاد ممكن تحرك. شويه كانت صعوبه الحمد لله، مع الوقت الحمد لله حاولنا نولفوا. ولينا نحاولوا نميزوا بين الدراسه وبين الرياضه. هنايا ما لقيناش ديك الصعوبه اللي كنا لقينا في المغرب كما قلت لك، والحمد لله على كل حال. هنا السعادة نضيف واحد النقطة قبل ما تفضل سي عبد باش الحكيم. حيتاش انت النقطة جات على ليفالويشن، او ميم طون حنا خصنا ندويو على على اللايف ديالنا في هذا اللايف. يعني ما هذا باش انا كنحاول مره نعطي دي زانفورماسيون اللي الناس يستافدوا ويعرفوا اشنا هي الان سي دبل اي ديفيجن 1 وشنو. يعني كما قلت لك قبيله، الان سي دبل اي ديفيجن 1 هي اصعب درجه كاينه في امريكا في الجامعات في الرياضه الجامعيه وفي العالم. يعني الليفل هنا اللي كاين هنا راه كيتلعب في بطولات عالميه تقريبا، وعاد زيد عليك لي سبونسور اللي مسبونسوريزين الجامعات، وراه يعني كتكون سبونسوريزي من نايك، وعاد زيد يعني كتخسر ملايين الملايين ديال الدولارات، ماشي ديال الدرهم، ديال الدولارات على لي بروغرام. يعني الديفيجن 1 من اصعب الجامعات، وباش انك تكون متميز في الديفيجن 1 رياضيا راه خصك تكون واحد الليفل نيت اللهم بارك. وحنا الحمد لله ربي وفقنا انني، لانه كاينين بزاف د المغاربه كما قلت لك، كاين اللي نجحوا فيه كمسعودي الان، كاين واحد البطل اخر في اوكلاهوما غادي تجيبوا الوقت ان شاء الله حتى هو شي نهار وكل مع شي لقاء. فؤاد مسعودي كاين، انس الساعي اللي الان مشى يلعب بطولات العالم، كنتمناو ليه التوفيق، غادي يلعب بطولات العالم هذا الاسبوع هذا ديال داخل الصاله، اللي توفق الحمد لله وتختار من طرف ان شاء الله تختار من طرف الاداره التقنيه، لانه كاينين بزاف ديال العوائق حدود الان طريقه مثلا ديال المشاركه الدوليه وهذا. ولكن الحمد لله المشاكل بدات كتفك، ولي زاتليت الحمد لله ولاو كيشاركوا في بطولات عالميه، وهذا اللي كيستحق كيمشي. عاد كما قلت لك هذا الان سي دبل اي ديفيجن 1 يعني صعيبه. انت دويتي على ليفالويشن، يعني الليفل ديال الان سي دبل اي ديفيجن 1 راه بحال الليفل ديال الالعاب الاولمبيه وبطولات العالم. يعني تخيل انت كتمارس في واحد التوب ليفل، هاي ليفل، وكل شيء ملاحظ عليه. يعني حتى طريقه الكلام ديالك، الطريقه ديال البراكتيس، everything should be perfect. يعني كاين واحد المراقبه، كاين واحد الكنترول على شاك انديفيدوال، يعني كل واحد عليه كنترول. الناس راك مكونترولي او نيفو ديال لا بيرفورمانس ديالك. يعني خصك تجري في واحد التوقيتات اللي محدده باش تبقى ضمن البروغرام ديال الجامعه، وراك كتراقب عندك فحص ديال المنشطات، عندك بزاف ديال الامور. عاد زيد عليك اللي الناس خصهم يعرفوا انه كاين واحد الريكوايرمنت اكاديميك، يعني الجي بي اي ديالك ما خصوش يطيح على 2.25. يعني المعدل العام ديالك جي بي اي الى جينا حنا نديرو نسويتشيو 2.25، يعني المعدل اللي كنعرفوا حنا المغاربه، يعني خصك ما تكونش طايح على 13 تقريبا. غير باش نوضحوا للمتتبعين اللي في المغرب، اعلى جي بي اي كاين في الامريكان راه هو 4. غير باش نوضحوا، هو 4 هو اعلى جي بي اي. يعني الا عندك 2.5 راك فايت لا مواتي، يعني راك دابا هادشي اللي قلت لك السي عادل، يعني 2.5 شنو 4 هي 20/20. حيتاش انا من بعد درت كاينين بزاف ديال الابطال المغاربه اللي كانوا غيجيو هنا لديفيجن 1. هذا هو المشكل الوحيد اللي لقاو، يعني كاينين دراري اللي كيجريو مزيان وما تقبلوش في الان سي دبل اي ديفيجن 1. علاش؟ لانهم حصلوا على نقاط ضعيفه في البكالوريا، ماشي في البكالوريا كعاميه، ولكن في المواد العلميه، لانه الناس كاين واحد لا كوفيسيون باش كتقبل في الان سي دبل اي ديفيجن 1 ونيفو اكاديميك. يعني الجي بي اي ديالهم كان طايح على 2.5، ما تقبلوش الان جي دبل اي. هنا اللي غادي نقول يعني بزاف الناس، خصوصا كاينين الناس اللي كيعرفوا طه الراوي غادي يدخلوا يتفرجوا في طه الراوي وغادي يقولوا علاش طه الراوي مشى لديفيجن 1، وكاينين مثلا ابطال اخرين اللي تقريبا في نفس الليفل ديالو في العاب القوى وما جاوش لديفيجن 1. طه الراوي كيقرا مزيان،
طه ما الراوي شاء الجي الله. بي اي. انا باش نقول لك واحد النقطه السي عليل، دابا حنا تفضل. لقينا يعني مؤخرا هذه تقريبا شهر كيخرجوا واحد ليفالويشن من الاتحاد، من الان سي دبل ام، يعني من الاتحاد الكبير ديال احسن الرياضيين ونيفو اتليتيكمون اي اكاديميكمون. وفي الجامعه ديال ايسترن كينتاكي الاسم يعني جوج الاوائل، انا وعد بالله ما قلت انا في المركز الاول، ومن مورايا طه الراوي اللي ما جا في شاء المركز الثاني. ما يعني شاء هذا سي ان بروفيل حنا بجوج، يعني هو مازال صغير كما كنقول ليه، هو مازال صغير، مازال الطريق قدامه الحمد لله انه يدير بزاف د الحوايج هو شوف، هو صغير في السن ديالو ولكن في العطاء ديالو كبير. الحمد لله. لا انت، وراه شوف لا حتى لا هو لا, لا انت هو لا هو ما كيتصنت. شاء الله بجوجكم، يعني حنا كنفتخروا بكم. انا غادي نرجع معاك، بغيت نمشي مع طه شويه. بغيت طه يتكلم لي على هذا الرقم القياسي داخل الصاله في المايل، وغادي نرجع معاك حتى انت تتكلم على الرقم القياسي ديال 3000 موانع في الهواء و10000. سي طه اعطينا التفاصيل شويه، كيفاش جا هذا الرقم القياسي؟ هذا الشيء راه ماشي ساهل، هذا الشيء هذا حنا ما يمكنش ندوزو عليه. اول حاجه نبدا بالعادي والريفي. العادي والريفي صراحه لقينا فيه واحد الصعوبه، نظرا للمنافسه ديال العدائين. صراحه كانت صعوبه بزاف هنا. نكتب لك انا فاش جيت الولايات المتحده الامريكيه هذا عرفت بصعوبات ديال العاب القوى، وخصوصا العادي والريفي. بعد المشاركه صراحه انا بطل فرنسا، ربح بطوله فرنسا في العادي والريفي تحت 23 سنه. جيت لهنا كان لقيت صعوبه في قاره اوروبا الحمد لله، ولكن الحمد لله جات الصعاب في اوروبا. ولكن فاش جيت الولايات المتحده الامريكيه لقيت صعوبه اكثر، نظرا للمنافسين، نظرا للعدائين القويين. ولكن الحمد لله هذه السنه الاولى كما كنقولوا ان شاء الله غادي في الطريق الصحيح. والحمد لله حرصت على عداء السنه في جهه كنتاكي في العادي والريفي. والحمد لله كما عرفتي ان حصلت على الميداليه الذهبيه في مسافه المايل. بصراحه هذه الميداليه ما جاتش عن فراغ، جات بمجهودات وتدريب شاقه مع المدرب غير ديالي. للتوضيح، المايل قول بالمتر، يعني شحال تقريبا 1609 متر. فوالا 1600. تفضل. نقول لك ما جاتش عن فراغ، لان صراحه في في شهر بين شهر 12 وشهر واحد مشيت زياره لدوله المغرب، وخصوصا طلعت لمدينه افران. كان عندي واحد 16 مدينه افران مع المدرب هنا في الولايات المتحده في الجامعه ديالنا، ومع المدرب ديالي استحاله الراوي. الحمد لله خدمت على مسافه 5000 اللي هي الاختصاص ديالي، مسافه 5000 ومسافه 1500. اما بالنسبه لمسافه الماي درتها نقول لك كبريباراسيون ان شاء الله القادم. والحمد لله حققت في هذا التوقيت هذا اللي صراحه ما نقول لك ما كانش منتظر، لان انا كما قلت لك غير بريباراسيون. شحال التوقيت؟ 4:01 4 دقائق ثانيه 19 جزء من المئة. وكان الرقم القياسي السابق هو 4:02 نقول لك 50 جزء من المئة. والحمد لله الحمد لله درتها كبريباراسيون، ما نقول لك النتيجه ما كانش منتظره. والحمد لله حققت في هذه النتيجه هذه بجانب الصديق والاخ السيد الحكيم ابو زهير. وكما قلت لك ما جاتش عن فراغ، جات مجهودات وتدريب شاقه اللي صراحه خدمنا عليها بزاف. وان شاء الله ان غنعطيو ان شاء الله في الهواء اطلاق احسن واحسن، خصوصا في مسافه 5000. ان شاء الله كنا طامعين اننا ان شاء الله نتاهلوا للالعاب الاولمبيه ان شاء الله هذه السنه اللي يسر الله. ما شاء الله ما شاء الله. واه شوف، تبارك الله، راه حتى شي حاجه ما كتجي غير من فراغ. يعني تبارك الله راه كل المؤهلات توفرت فيك، وعندك مدرب في الدار، وكبرتي على يد مدرب، والام ديالك ووالديك الله يخليهم لك والله يحفظك ان شاء الله. ونتمنى لك انا التوفيق ان شاء الله، والله يبعد عليك اي حاجه اللي خايبه، والله سبحانه وتعالى يفتح لك جميع طرق النجاح ان شاء الله، لا انت ولا عبد الحكيم. سي عبد الحكيم، هاد 3000 الرقم القياسي موانع في الهواء و10000، كيفاش جا؟ عطينا التجربه ديالك انت، كيفاش حصلتي عليها وحطمتوا هذا الرقم؟ دابا نتوما كتحطموا لي الرقم القياسي العباد الله تما كاينه. دابا سي عادل، باش اول نقطه ندوي عليها انه مسافه المايل، لا انا لا طه ماشي وي ار نوت ذا مايلرز، حنا ما كنلعبوش المايل. حنا يعني كيفاش انه حتى لعبنا المايل في الايسان هو كان غير صدف من عند الله سبحانه وتعالى. يعني انا
الاختصاصي ديالي هو 3000 متر موانئ وال5000 وال10000. ولكن الاختصاص اللي مهم فيه، اللي انا متميز فيه وطنيا ومعروف به وطنيا، يعني اي واحد غتسولو في المغرب عبد الحكيم ابو زهير اش كنت كنجري في الاوروب ولا شنو كنت كنجري في المسابقات الوطنيه في المغرب ولا في اوروبا، ولا غيقول لك 3000 متر موانئ. هذا العام هذا كان عندنا واحد البروغرام خاص مع لي كوتش ديالي هنا في ايسترن كينتاكي، ومع المدرب ديالي في اللي هو مدرب مغربي ولكن الان حتى هو موجود هنا بامريكا. كان عندنا واحد الاستشاره معهم مع المدربين الجامعه، لانه ضروري خصك تكون تحت الاستشاره التامه ديال مدرب الجامعه، انه تم يعني نمشي لمسافه 10,000 حتى هي اللي نقدر اننا نعطي فيها بواحد التوقيت اللي مزيان. وكان في البروغراماسيون يعني في لا بريباراسيون كيخصك تحط واحد المسافات اللي خصك تلعبهم باش تمشي لوبجيكتيف ديالك. كيما مع طه بغاش يمشي ل 5000 كان عليه انه يلعب 3000 والمايل، انا كان عليا انني نلعب ال 5000 داخل الصاله والمايل و 3000. يعني حطني المدرب كتدريب خاص في المايل وحققت توقيت 4:03 اللي كيتعتبر ثالث احسن توقيت في التاريخ ديال هذه المؤسسه هذه. ما شاء من الله. بعدها تم الاستدعاء ديالي انا وطه، من بعد طه حتى هو حقق مايل زوينه، تم الاستدعاء ديالنا باش اننا نلعبوا النهائي ديال نصف نهائي ديال بطوله ايسان اللي رابطه ايسان كما قلت لك الكونفيرنس ديال ايسان. استدعاء ديالنا نلعبوا طه انا وياه نلعبوا المايل، طه يلعب المايل وانا لعبت المايل استاذ الحكيم، هاد الرابطه شحال تقريبا، غير تقريبا شحال من جامعه فيها تقريبا؟ هو كما قلت لك قبيله السي عادل، دابا لي كونفيرنس هنا في امريكا دابا حيتاش باش تعرف دابا الكونفيرنس عنده واحد التقاليد خاصه. يعني الكونفيرنس كتكون داخله ليه الجامعه وكتكون داخله ليه على كاع الرياضات ديالها، يعني السباحه الفوتبول الامريكا الباسكيت وكذا. يعني من احسن لي كونفيرنس اللي كاينه البيج 12 والاي سي سي، عاد كل واحد كتبعو. غير الجامعات تقريبا كيكونوا 12 جامعه. هذا هو الرقم اللي بغيت، يعني هذا يعني المنافسه راه كانت، علاش انا سولتك، لا يعني المنافسه راه باش نكونوا كانت معاك السي مع عادل. 12 جامعه، يعني راه نتوما لعبتوا مع لا ناس من حتى 12 ونيفو مثلا جامعه. لي كرونو اللي تلعبوا باش، حيتاش كاين فرق بانه الناس كيجي غادي يقول لك مثلا شي واحد اللي كيعرف العاب القوى غادي يجي غادي يقول لك لا راه كرونو شي شويه، يعني حيتاش كرونو الحمد لله مزيان مي ماشي الهاي ليفل ديال المايل. يعني باش تلعب في المايل مزيان خصك تلعب 3:51 3:52 بحال هكا. حنا لعبنا 4:01. علاش؟ اول حاجه هي الشامبيونشيب، يعني بطوله نهائيه. البطوله فاش كتكون نهائي ما كتلعبش فيها على التوقيت، كتلعب على الكلاسمون. واخا كتحط من الرقم القياسي ديال البطوله ولكن كتلعب على الكلاسمون. علاش؟ لانه هي تشامبيونشيب، هي فيها ميداليه، شكون اللي غيربح، شكون اللي غيدي الميداليه الفضيه، شكون اللي غيدي النحاسيه. وكتمثل هذه اول حاجه، الجامعه ديالك. وكتمثل الجامعه ديالك. هذه ثاني حاجه، كتلعب الدومي فينال والفينال. واصعب حاجه هنا في امريكا انك كتلعب نصف نهائي اليوم والغد ليه مثلا مع الصباح ولا في العشيه كتلعب النهائي. يعني خصك تكون حاضر جدا. ونيفو ديال لونطريمون اللهم بارك، حنا لا انا لا طه واجدين ونيفو ديال لونطريمون كنترينيو مزيان. يعني كما كنقولوا حنا مغاربه قتاله في لونطريمون. هذا الشيء اللي مكننا اننا فاش هبطنا للماي، اللي راه الا خديتي السباق راه عندنا الفيديو ديال السباق، خدنا السباق من الاول انا وياه. لا بالنسبه للاقصائيات انا فزت بالاقصائيات ديالي من واحد الجهه، طه فاز بالاقصائيات ديالو من واحد الجهه، وتلاقينا في الفينال وخدنا السباق بجوج ودخلنا بجوج تقريبا متقاربين. هو جرى 4:01 19 انا جريت 4:01 60، يعني 2% غير مختلفين غير في الدخله ديال الكلاسمون. طمنا بجوج الرقم ديال الايسان، ولكن كيتعتبر طه هو اللي عنده الرقم حيت هو المركز الاول. ومن بعدها انا تقريبا بساعتين لعبت مسافه 3000 متر مستويه اللي حققت فيها المركز الثالث حتى هي كميداليه. ولكن في الهواء الطلق، يعني في الاوت دور، عندي انا الرقم القياسي ديال الايسان في 10,000 اللي حققته السنه الفارطه 28:44، وعندي الرقم القياسي ديال 3000 متر موانئ اللي لعبت فيه 8:35 سباق بوحدي. يعني في الاختصاص ديالي انا ربحت الايسان ذاك العام ودرت الركور ديالها. وكما جاو هاد التوقيتات غنقول لك كيجيو بالمثابره، بالعمل، بلا كونسونطراسيون وبالفوكس. عندك واحد الهدف كيخصك تركز عليه، كتخدم عليه، كتعطيه اول وات ات تيكس او نيفو ديال الماكله، او نيفو ديال النعاس، او نيفو ديال الخدمه ديال لونطريمون. ما كيخصكش تحنف راسك، حيت انت جاي من المغرب هنا باش تمثل بلادك، باش تمثل عائلتك، باش تمثل بزاف الناس اللي بحالك اللي كانوا كيحلموا انه يوصلوا لهذا الشيء هذا. وحنا هادشي كان عندنا حتى حنا غير حلم والحمد لله وصلنا ليه. تبارك الله عليكم. انا غنوجه لكم السؤال بجوج اي واحد يتفضل ماشي مشكل. بالنسبه لكم اشنا هو العدو الريفي نتوما؟ كيفاش بالنسبه لكم وكيفاش كتشوفوا نفوسكم؟ يعني كنهضروا على الطموح، تنهضروا على الاراده، هضرنا على بزاف العوامل التحديات، وانتم ما شاء الله يعني غاديين في الطريق الصحيح. وكيبان لي انكم راكم بجوج انكم فوكس وفيري ديتيرمين،
يعني عارفين شنو باغين، فهمتي. وكاين عوامل كثيره، هذا الميدان ديال العدو الريفي خاصه هذه الرياضه، كاين عوامل كثيره اللي كتاثر فيها، داخل فيها واحد بزاف ديال لي فاكتور. يعني خصك تكون مركز، خصك تكون بسيشيكمون تكون فوكس، خصك الصحه تقابل شنو كتاكل شنو كتشرب، خصك النعاس، خصك بزاف د الحوايج، راه ماشي غير نوض جري وصافي، فهمتيني. يعني كاين بزاف د الحوايج خصك تقوم بها. اشنو بغيتو تكونوا ان شاء الله في المستقبل؟ شنو هو الطموح الكبير ديالكم؟ غادي نبدا مع طه وغادي نرجع لك السي عبد الحكيم. اعطيني الطموح الكبير ديالكم، هادشي كلشي اللي كديروا فيه، علاش كديروا فيه؟ صراحه واقعيا انا ما نكذبش عليك، طموح كبير عندي بزاف، وانا ان شاء الله نولي بطل اولمبي. وانني كما تيقول لي الاب ديالي، انك تيقول لي واحد الكلمه بين قوسين: دير داكشي اللي ما درتش انا. هكا كان تيقول لي الاب ديالي، تيقول لي دير داكشي اللي ما درتش. ان شاء الله كنقول لك انا ان شاء الله غنولي واحد بطل اولمبي ان شاء الله، لان ماشي بديت هي هكاك، بديت باش نكمل ان شاء الله تعالى. ضروري غادي نواجه التحديات، وغادي نواجه الصعوبات، وغادي نواجه شحال من حاجه باش انني نعاون الوالدين ديالي ان شاء الله تعالى، ونحقق الاهداف ديالي، ونوصل داكشي اللي بغيت ان شاء الله تعالى. وضروري ان شاء الله بطل العالم. وان شاء الله اول حاجه نبداو بها هذه السنه هذه ان شاء الله الى كتاب هي مشاركه اولمبيه هذه السنه ان شاء الله في مسافه 5000 اللي هي اختصاص ديالي، ونتمناو من الله التيسير. شكرا. انا كنشوف فيكم ابطال بجوج، وما كرهش نعلق لكم الميداليات بجوج دابا، الله فيك. شكرا. والله العظيم الا كنشوف فيكم ابطال وحق الله. انا شوف كنهضر معاك يعني والقلب ديالي، و يو نو هاو ات هنا في الامريكان البادي ديالي. انا هنا هذه القناه درتها باش نعاون الشباب، يعني الشباب، وفي نفس الوقت ان هذه القناه تكون قدوه لشباب اخرين، يعني يستافدوا منها شباب اخرين. انا بالنسبه لي انت بهذه التحديات ديالك ما شاء الله، وفي هذا السن الله يحفظك، انا تنقولها وتنعاودها، والله يحفظك والله يحفظكم كاملين بجوج، انتم ابطال. انا بالنسبه لي سي عبد الحكيم في نفس السياق، اشنا هو العدو الريفي وفين باغي تشوف يعني هذا الشيء كامل، فين باغي يعني توصل به ان شاء الله؟ هو السي عادل، باش انني ندوي على فين باغي توصل، باش انا نقول لك انا من تجربتي، يعني كون كنت كانسان عادي ولا شي واحد ماشي غندوي على انا باش نجي لامريكا. راه المدرب ديالي انا دوى عليها كاع في اس بي ان السنه الفارطه، ما كان ساهل، لانه باش تخلى على وظيفه حكوميه وتخلى على حياتك انت، حياتك مقادها يعني كاري ابارتمون انت وباغي تتزوج وباغي توصل لواحد الحاجه وكذا وصافي، يعني كما كنقولوا ما قاد حياتك وجيتي مريسكي. يعني جيت انا لامريكا، فاش جيت ما كانش عندي الايجيبيليتي، ما كان عندي حق انني نجري وتعطلوا لي الوراق باش نجري وكذا، يعني وسمحت في الخدمه ديالي، يعني ما بقاش عندي الحق نرجع للمغرب، يعني بحال قلتي جاي حارق وراقي كاملين. جيت حيتاش عندي حاجه وحده، انا حلم ديالي من الصغر كنت باغي نولي بطل، ما نقولكش يعني دابا سمحت في كلشي وجيت وبديت عاوتاني ازيرو من هنا، باغي نكون بطل اولمبي، باغي نكون بطل كبير اللي يشرف العائله ديالي، نشرف المدينه ديالي، نشرف القريه ديالي، ونكون سبب، يعني نكون مثال، خير مثال بزاف ديال لا جينيراسيون اللي جايه. انا المهم عندي الان الحمد لله هاد النيفو اللي وصلت ليه واللي باقي غادي نوصل ليه ان شاء الله، هو انني ناثر في بزاف ديال الدراري. انا ما كنبغيش نشوف دراري يضيعوا، ما كنبغيش نشوف دراري يمشيو للبليه، ما كنبغيش نشوف دراري ما يحققوش احلامهم ولا شي حاجه. داكشي علاش كنحاول ماكسيموم انني نعاون علاش قديت ونكون خير مثال، يعني نبريزونتي واحد المثال ديال واحد راه ممكن توصل. والحلم ديالي انا كحلم، يعني اللي مخليني انني يعني خلي فيا الحر دابا ونفيق نتريني مع الصباح، هو هذا، هو نوصل هاي ليفل في هذه الرياضه. انا الحمد لله دابا وصلت لواحد الليفل اللي مزيان وواحد الشهره اللي مزيانه، ولكن بغيت نوصل مازال اكثر. الالعاب الاولمبيه، مشاركه في الالعاب الاولمبيه، ميداليه في الالعاب الاولمبيه، ميداليه في بطولات العالم، توقيت قياسي ان شاء الله عالمي. وراه حنا الحمد لله في الطريق الصحيح، خدامين عليه، مقاتلين عليه، واخا العراقيل واخا اي حاجه، مي راه كاينه لا كونسيستنسي الحمد لله، رانا خدامين وان شاء الله غيكون خير ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. وانت كذلك راك بطل، وانتم راكم ابطال عند الاباء ديالكم، وراكم ابطال عند العائلات ديالكم، غير بهذه الاخلاق العاليه ديالكم، بهذا المستوى الدراسي، وبهذا الشيء اللي كطمحوا ليه، وبالطموح ديالكم النوايا ديالكم الحسنه اللي كتكلموا بها دابا. انتم راكم ابطال حاليا، راكم ابطال وكتشرفوا المغرب على مستوى الجامعات، على مستوى المسابقات. انتم راكم يعني ما شاء الله، يعني راه اللي غيقلب البروفايل ديالكم راه غادي يلقاكم فروم موراكو، يعني راكم انتم ديجا ابطال. انا اش غادي نقول لكم يعني كنصيحه من عندي اخويه،
ما تنازلوش على الحلم ديالكم، ما تنازلوش عليه. كمّلوا العمل ديالكم. سير بالمسائل القانونية ديال الجامعة، بالمسائل القانونية ديال الرابطة، المسائل القانونية ديال الرياضة والعمل راه شوف العمل في أي بلاد الجاد كيكون مثمر، غير كل بلاد وفيها مراحل. ربما هنا الباب كبير والآفاق كبيرة، ولكن العمل كتير والتحديات كبيرة ماشي سهلة. الإنسان باش نعم. يبقى 12 ساعة، يعني صراحة حلقة، يعني والله العظيم أنا يعني اش غادي نقول لك، من أحسن الحلقات اللي دوزتها مع الشباب هكا. وبغيت الناس، حيت حنا شوف نقول لك، حنا جينا لهنا ما لقيناش اللي وجهنا، هذا موضوع آخر ما بغيناش نتكلموا عليه، فهمتيني. حنا جينا لهنا هذه 27 عام ما لقيناش اللي وجهنا، ما لقيناش اللي يقول لنا ها فين تمشيو وليها ديروا. هذا الشيء علاش انا، هذا هو السبب الرئيسي علاش درت هذه القناه هذه، على المعلومه. لان المعلومه هي كل شيء دابا في الحياه. الناس كتخسر مصاريف على مقولة المعلومه، وانتم اليوم عطيتوا معلومات كثيره للشباب اللي جايين وعرفوا اشنو كاين. يعني الحلقه معكم مشيقه، وانا ان شاء الله كنواعدكم غادي ندير معكم حلقات مقبله فين ما يكون شي جديد عندكم نتواصلوا، شي ارقام، شي مسابقات نتواصلوا. الان غادي ندوز عند السي طه، واحد الكلمه للعائله ديالك والاصدقاء ديالك، وكلمه لهاد الشباب هذا، وخاصه اللي في هذا الدومين واللي بغاو يجيو لامريكا. وغادي نجيو مع السي طه حتى هو في نفس، مع السي عبد الحكيم حتى هو في نفس السياق ان شاء الله. اول حاجه السي عاجي كنبغي نشكرك بزاف بزاف على الاستضافه هذه، كتخليني انا نبين شكون حنا وشكون هو طه الراوي ومنين جا طه الراوي وشكون هي العائله ديال طه الراوي. كنبغي نشكر بزاف العائله ديالي صراحه، خصوصا الاب ديالي والام ديالي والاخ والاخت ديالي، اللي صراحه كان لهم فضل كبير ان طه الراوي وصل لهذا المستوى هذا. كذلك ما ننساش نشكر دوار زمران، خصوصا الدوار اللي خرجت منه، انه كان لهم فضل كبير بزاف بزاف بزاف، شحال من حاجه في الداعم ديالهم لطه الراوي، خصوصا جماعه السلطان، كذلك جمعيه الحريه اللي كنبغي نشكرهم بزاف بزاف. ما عمرني ننسى لهم، ما عمرني ننسى لهم. هذا اللي كيقول لك الا وصلتي فين بغيتي ما عمرك تنسى منين جيتي. كنتمنى ان تعطينا فرص ان شاء الله في مستقبلا من طرف الجامعه الملكيه المغربيه للالعاب القوى ان شاء الله، لاننا ان شاء الله غادي نبرهنوا اننا شكون هما حنا، شكون هما الابطال اللي كاينين في الولايات المتحده الامريكيه. لا انا ولا عبد الحكيم ابو زهير ولا شحال من عداء اللي منهم كاين معنا صديق واحد اخر اللي هو محمد الجاري، صراحه هو عداء في مسافه 10000 متر. ان شاء الله كنقول ان شاء الله نوليو ابطال عالميين ان شاء الله تعالى، تعطينا فرصه ونتمناو من الله التوفيق ان شاء الله. وشكرا لك السي عاجل بزاف بزاف على مرحبا الاستضافه. شكرا. مرحبا. سي عبد الحكيم تفضل. سي عادل، اش بغيت نقول لك هو، إلا جينا نوجدوا كلمات الشكر، راه كاينين بزاف ديال الناس اللي عاونوا عبد الحكيم أبو زهير حتى وصل الحمد لله لهذا المكان اللي وصل له، لا رياضيًا ولا أكاديميًا. من بينهم أول حاجة اللي هما الوالدين ديالي، الأم ديالي والأب ديالي، اللي كنشكرهم بزاف بزاف. وما يمكنش أصلًا أننا نوفيو لهم الشكر، واخا نعياو نقولوا، واخا نعياو نديروا لهم، ما يمكنش، لأن الوالدين كيبقاو هما كلشي. اللي كنشكرهم بزاف. وأنا خصوصًا دازوا عليا واحد المراحل صعيبة، ملي تهرست المرة الأولى في رجليا وعاود المرة الثانية، يعني ما بقى حتى حد بجنبي، لا صحابي لا مدربين لا حتى شي حد، من غير الأم ديالي والأب ديالي الله يجزيهم عليا بخير. العائلة ديالي، الأخوات والإخوان ديالي كاملين، الأخ ديالي حميد، الأخ ديالي محمد. واحد الصديق اللي بغي نشكرو بزاف، السي حميد أومزدو، اللي هو ابن منطقة تلوات، حتى هو ابن المنطقة ديالي، يعني تيغزا، اللي عاوني بزاف. السي عبد الرحيم راه ما نساش، راه خير سابق، اللهم بارك. من الناس اللي انهم حفزوني انني نجي هنا لامريكا، لا هو لا الاخت الزوجه ديالو، اللي عاونونا الحمد لله فاش جيت هنا لامريكا، وكانوا ديما انهم وراه دائما كان سبب في هذا البرنامج. الحمد لله. راه شوف، راه الحمد لله، غير كما كيقولوا، يعني الناس اللي كيعاونوك، راه الا قلت لك الا جيتي تشكر، راه كاين بزاف الناس، ولكن كاع اللي عاوني وكاع اللي كان وقف بجنبي في الأوقات الصعيبه ولا شي حاجه كنشكرو جزيل الشكر. كنشكر يعني المدربين اللي الان كيشرفوا علينا في التدريب، سواء المدرب ديالي المغربي ولا المدربين ديالي هنا في امريكا، وكاع الاصدقاء ديالي كيتعاونوا معايا في لونطريمون. كما قال طه، معنا بطلتين مغربيتين هنا اخرين في جامعه ايسترن كينتاكي، للاشاره راه هنا في ايسترن كينتاكي،
السنه الفارطه كنت انا بوحدي من بعد السنه جاو بزاف ديال الابطال المغاربه الحمد لله. يعني من بعد هاد النقطه اللي كنحاول ديما نقولها للدراري، كنقول لهم كونوا خير مثال لبلادكم باش تعطى فرص لولاد اخرين. يعني انا الحمد لله جيت لهنا وكان المسار زوين. الحمد لله من بعد يعني تحل الباب على بزاف المغاربه. يعني اي مدرب هنا تقول ليه مغربي كيقول لك نجيب مغربي. علاش؟ راه فلان وفلان راه كانوا مزيانين، كانوا كيتصنتوا، كانوا كيجيو في الوقت، كانوا شحال من حاجه. الحمد لله الان راه كاين بجانب الصديق طه الراوي كاين محمد جوهري اللي هو ابن مدينه فاس عداء في 10000 متر من المواهب المغربيه حتى هو اللي جا هنايا. كاينه باهيه العرفاوي حتى هي 17 سنه وهي مازال صغيره وحتى هي كتم دراستها الان في جامعه ايسترن كينتاكي. كاينه احسن موهبه، ثاني احسن موهبه مغربيه في مسافه 3000 متر موانع الصاعده، كاينه خديجه النصيري اللي معنا حتى هي الان في جامعه ايسترن كينتاكي اللي التحقت يلاه الشهر هذا تقريبا. عازل عليك في جامعات اخرين كما شرط كاينين تقريبا شي 21 دري مغربي غير في الديفيجن 1 بيسايد ديودر ديفيجنز. يعني كاينين بزاف ديال لي ديفيجن، كاينين غير ديفيجن 1 فيها تقريبا 21 عداء مغربي. والحمد لله والشكر لله انه بزاف ديال الدراري تحلوا لهم بيبان. كنشكروا كاع الناس اللي عاونونا واللي بغينا نوجه واحد كلمه الشكر، لانه انا كنت غنجي في 2019 لامريكا ووقعوا مشاكل وكانوا الناس ما بغاونيش نجي جزاهم الله خيرا. ومن بعدها الحمد لله حتى خدمت وهذا عاد جيت. اللي بغيت نشكر، بغيت نوجه كلمه الشكر للسي الاخ والصديق ايمن الزحافي اللي هو واحد البطل. كان هنا في جامعه كان ميامي وتخرج منها بماستر، الان راه رجع للمغرب. والبطل الكبير زهير الطالبي، لانه هاد جوج الناس كل ما هما ما كنتش انا غنجي لامريكا. كنت في المغرب، اتصلوا بيا، عاونوني في الاوراق، عاونوني على الصغيره والكبيره. وفاش جيت لهنا تصور انه زهير الطالبي وايمن الزحافي راه ابطال كبار اللهم بارك، معروفين هنا مزيان، سميتهم داوي عليهم بلا ما ندوي عليهم انايا. وكتعيط لهم ساعه وهما كيشرحوا لك ها كيفاش دير هذه الورقه، ها كيفاش دير هذه الكلاس، ها كيفاش. وبقاو معايا. بجانب كذلك واحد الصديق ديالي تونسي احمد قادري اللي هو عداء تونسي كبير حتى هو اللي كيسكن معايا كذلك، والجزائري واحد عداء تونسي. الناس اللي عاونونا في هذا المسار هنا باش ننجحوا في امريكا لا في الدراسه وفي الرياضه، اللي كنشكرهم جزيل الشكر. والحمد لله راه حنا عرب وكنتعاونوا. وغنشكرك انت على الاستضافه ديالك في هذا البرنامج. مرحبا. نتمنوا اننا نكونوا خفاف ظراف على كاع الناس المشاهدين ديالك، وكنتمنوا لهم رمضان كريم اللي مقبل على الابواب ان شاء الله بكل ما كيتمنوا بالصحه والسلامه ان شاء الله. وشكرا. شكرا سي عبد الحكيم ابو زهير وسي طه الراوي. شوف، بارك الله. رمضان كريم عليكم وعلى الجميع ان شاء الله. حلوا الابواب للناس اخرين، غادي يفتح لكم الله الابواب. وانتم تبارك الله يعني عطيتوني واحد الاسماء كثيره لواحد المجموعه ديال المغاربه اللي كاينه تما، كاينه او لا العرب. تعاونوا مع بعضياتكم وساعدوا بعضياتكم، لان القوه ديال الاقليات في امريكا هو ذاك التعاون، هو ذاك التلاحم. واللي عنده شي معلومه يشيريها مع الاخر. وان شاء الله شوف، راه النيه ابلغ من العمل. راه ملي كيكون القلب ديالك مزيان، الله سبحانه وتعالى كيفتح لك جميع الابواب. انا صراحه هذه الحلقه ما كرهتش ندير فيها ساعتين ولا 3 سوايع، ولكن ما بغيناش نكونوا ثقال على المشاهدين. عطينا المحتوى وعطينا المغزى، وتبارك الله هذا شرف كبير انني كنستقبل جوج ديال الشباب وجوج ديال الابطال. هما ابطال بالنسبه لي، انا ابطال، وان شاء الله غيكونوا ابطال بالنسبه للمشاهدين، وغادي يكونوا ابطال حقيقيين ان شاء الله، تابعين للحلم ديالهم. اذا انا غادي يعني نشكركم جزيل الشكر على تلبيه الدعوه والحضور ديالكم. اخواني اخواتي، يعني كما شفتوا حنا كنجيبوا الشباب باش كنعطيو قدوه، باش يكونوا قدوه. وشوف الصوره اللي كيقدموها هاد الشباب هادو في هاد السن على المغرب وعلى الشعب المغربي وعلى الرياضه المغربيه. اذا استودعكم الله، دمتم في رعايه الله، الى حلقه قادمه ان شاء الله. كان معكم عادل وليم من ولايه نيوجيرسي، الولايات المتحده الامريكيه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.